في أيام كتير بنبقى عايزين نعمل وصفة سهلة وسريعة ما تاخدش مننا وقت. يلا نشوف الوصفة بتاعتنا دي النهاردة. سهلة جدا وسريعة ومش هتاخد معانا غير نص ساعة، وإن شاء الله كل حاجة تبقى موجودة في بيتك. عملنا النهاردة فاهيتا الفراخ بس في الفرن. هي دي بس الحاجات اللي أنا هحطها مع بعض: فلفل ألوان وبصلتين كبار وكيلو من البانيه. أنا قطعته بعد ما غسلته كويس جدا بالملح والليمون. رحت مقطعاه كده شرايح مليانة شوية، وهحط عليه معلقة كبيرة من بابريكا المدخنة، وكمان معلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ. وعندي طبعا زعتر أو أوريجانو، هحط تقريبا معلقة كبيرة برضو. وآخر حاجة هي التوم الباودر، هحط معلقة منه. بس كده هقلب كل الحاجات دي مع بعضها. لا هحتاج وقت ان انا اتبله، ولا هحتاج وقت ان انا هسيبه في التلاجة. وهنزل عليهم هنا تلت كوباية من الزيت، ممكن زيت زيتون لو متاح، عندي مش متاح ممكن نحط زيت ذرة عادي جدا. وهقلب كله مع بعضه عشان كله كده يبقى واخد مني تتبيلة، واخد نفس الطعم. هقلب كويس قوي في صينية. في الوقت ده انا بسخن الفرن عندي على درجة حرارة 180. انا هنا مش هنزل اي حاجة قبل حاجة، كله على بعضه زي ما انتم شايفين كده. بس لازم تقلبوها كويس قوي. طبعا انا نسيت احط ملح، تقريبا معلقة كبيرة من الملح او حسب ما بتحبوا. ونقلب كل الحاجات دي على بعضها. خلاص انا مجهزة الفرن، طبعا مش هغطي الفاهيتا ولا اي حاجة خالص، انا هدخلها الفرن على طول. في اضافة بس كده حطيتها هي الليمون، انا بحب جدا تيست الليمون مع الفراخ، فلو مش حابين تحطوها مش مشكلة خالص. يكفي قوي الزيت والبهارات اللي احنا حطيناها والملح. كده خلاص هي بقت جاهزة عندي. هبدأ ان انا ادخلها الفرن من غير ما اغطيها ولا حاجة، نص ساعة بالظبط. وزي ما انتم شايفين كده هقدمها. بجد ريحتها تجنن، طعمها حلو قوي وسهلة ومخدتش وقت معايا. قدمتها مع العيش الشامي الصغير ده، وحطيت معاها ساور كريم، او ما عنديش ساور كريم ممكن نحط اللبن السلطة عادي، ممكن نعمل تومية. هي عبارة عن يعني قشطة، ممكن نعمل قشطة مع كريمة لباني وبنسيبها من قبلها بيوم. لو مش عندي او متاح عندي ممكن اعمل تومية، عملت انا 2. واحد زي ما هو عادي خالص، الكريمة عادية خالص، او الكريمة الحامضة عادية خالص. وواحد تانية عبارة عن الكريمة وعليها معلقة كبيرة من الليمون وعليها شبت، بتدي طعم حلو قوي. لو مش متاح عندي كل ده ممكن اعمل عادي خالص تومية. وانا نزلت لكم طريقة، واللي عايز الطريقة بتاعتها ممكن اكتبها لكم تاني. واحط عليها كده شرايح الليمون، طبعا فظيعة وطعمها حلو قوي. نوع سندوتشات كده سهلة جدا مش بتاخد وقت. زي ما انتم شايفين كده انا حمصت شوية عيش من فوق الفاهيتا اول ما قفلت الفرن، خدت من طعم الفراخ وفي نفس الوقت بقى ناشف شوية صغيرين. عملت ساندوتش كده واحط عليه الكريمة. ممكن على فكرة تضربوا شوية زبادي وعليهم كريمة لباني، هيدوكوا نفس الطعم، وعليهم معلقة كبيرة من الليمون. الوصفة سهلة جدا، يا رب تجربوها وتعجبكم. واستنوني في وصفات سهلة وسريعة.